السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، زي ما انتم شايفين وزن الفراخ البيضاء دلوقتي احنا ابتدينا نعمل لها بقى خلطات اقتصادية وهنوفر في العلف، وفي نفس الوقت خلطات هتزود وزنها. ممكن توصل معاك الفرخة ان شاء الله ل3 و4 كيلو من الخلطات اللي احنا هنستعملها. بعد هي لسه ما كملتش 30 يوم بالتقريب، ان انا زي ما قلت لكم في الفيديو الاولاني ان احنا كنا جايبينهم تقريبا على 9 ايام 10 ايام، مش متذكره، بس هم لسه تقريبا ما كملوش 30 يوم، يعني عدوا 28 27 بالتقريب، والله اعلم، يعني حتى لو وصلت هتبقى 30 يوم. بدأنا احنا من حوالي 3-4 ايام نبتدي ندخل بقى الخلطات. ما تدخليش الخلطات ولا الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي الا لما يعدي معاكي 25 يوم. عدى معاكي 25 يوم وبدأت الفرخة تعمل تحويل للوزن، دخلي بقى الخلطات. اي اكل هتأكله لها تأكدي تماما ان هيتحول معاها لحم. طالما عدت 25 يوم، قبل كده بيبقى صعب، لكن طالما عدت معاك 25 يوم اي اكل هتديهولها هيحول معاها لحم. بس هنقول الخلطات اللي هتحول اللحم معاك وتزود الوزن بسرعة، وهتخلي الفرخة عندك لحمها طعمه حلو ومسكر، وفي نفس الوقت لونه احمر، وطعم تاني غير طعم الفراخ خالص اللي احنا بنشتريها من بره اللي كلها هرمونات وطعمه بيبقى مزفر من العلف. لا، احنا هنبتدي نقلل العلف لدرجة ان انت ممكن قبل الذبح تمنعي العلف خالص. احنا الخلطات اللي احنا هنقول عليها هنحط عليها نسبة من العلف، نسبة بسيطة بالنسبة للفترة الأولانية. انت هتوفري تماما في العلف، غير هتوفري، هتخلي لحم الفرخ معاكي حاجة حلوة كده ومسكرة، حاجة تتمني تاكليها، وفعلا هتختلف عن بره تماما، وتقولي دي تربية البيت اللي بتدينا الحاجة الحلوة النظيفة دي، في نفس الوقت الصحية، بتدي حاجة كده وضميرك مرتاح لأولادك، مفيهاش أي هرمونات، مش زي ما بنجيب الحاجة من بره وضميرنا بيبقى مش مرتاح ان احنا عاطين لهم حاجة فيها هرمونات. بتبقى فيه فراخ بتبقى شبعانة هرمونات، شبعانة هرمونات للأسف. هنقول لكم دلوقتي الخلطة اللي هنقولها النهاردة الاقتصادية الموفرة اللي هتخلي معاك الفرخة تزيد بسرعة وتوصل 3 وأكتر من 3 كيلو و4 كيلو بإذن الله لو قعدتيها فترة أطول، وفي نفس الوقت طعم حلو للحم، وهنوفر في موضوع العلف. قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. زي ما انتم شايفين، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. الفرخة شايفين حجمها ازاي، ولون اللحم بتاعها لونه أحمر، ويعني انت لو سبتيها بقى اسبوع ولا 10 ايام تاني هتديكي وزن حاجة تاني بقى، هتعدي معاكي الفرخة الوزن زي الامهات كده. فان شاء الله الخلطة اللي احنا هنقولها دي خلطة اقتصادية وموفرة، هتخلي معاكي طعم اللحم حاجة تاني، وهتزود معاكي بسرعة الوزن. اتفقنا الخلطة دي هنستعملها بعد ما يعدي 25 يوم على الفراخ، عشان تقدر اي حاجة تحطها لها ان شاء الله تتحول معاكي اللحم. هي 3 مكونات بس، مكونات هتجيب معاك ان شاء الله وزن حلو وتسكيرة حلوة للحمة، وفي نفس الوقت هتوفري تمن العلف. يعني احنا هنحط مثلا تلت الكمية علف، والتلتين التانيين هيبقى المكونين التانيين. هما 3 حاجات هنستخدم فيهم: داش وكسر فول والعلف. علف انا لغايه دلوقتي لسه بستعمل علف 21. تمام. كسر فول دي من الحاجات اللي هترمي لحم معاكي، وفي نفس الوقت هتدي طعم حلو للحم، كأن الفرخة بتاكليها كده طعم حلو وبلدي، مش طعم خالص الفراخ بتاعت بره. هنحط حوالي، هقول لكم الكميه دلوقتي، حوالي 200 جرام من كسر الفول. 200 جرام يعني اقل من ربع كيلو كسر فول. وهنحط عليهم ده حوالي 1.5 كيلو داش، 1.5 كيلو داش. تمام. الداش اللي هو الذرة الصفراء اللي هي بتبقى مجروشة او متكسرة، يعني الواحدة على 3 على 4 قطع. الكسر الداش دي من الحاجات اللي بتدي لون حلو للحم، وبتدي له دهون، بس دهون طعمها حلو، وفي نفس الوقت احنا حطينا معاها كسر الفول عشان تكتر، ما يبقاش دهون اكتر من اللحم. كسر الفول دي من الحاجات اللي فيها نسبة بروتين عالية خالص، وهتكتر معاك لحم، وهترمي على الفرخة لحم كتير.
وبعد كده هنحط حوالي 1.5 كيلو علف. يبقى نقول تاني المكونات، ولسه هنحط حاجة تاني فوق، ما تستعجلوش وتقفلوا الفيديو على كده. لسه هنحط حاجات بقى هتعزز معاكي ان تحويل للوزن عالي كده بسرعة الصاروخ. تلاقي الوزن معاكي اي نسبة اكل بياكلها الطير، اي قطمة من اي حاجة، اي حبة من اي حاجة تتحول مع اللحم. حطينا ايه بقى؟ هو ده اللي انا بقول عليه، الكم معلقة دول اللي هيخلي معاكي الوزن يرضيكي ويبقى بسرعة. يعني ما تاخديش وقت في الدورة، لا هتلاقي الوزن بيحمل معاكي بسرعة. ال3 معالق دول هي معلقة حلبة مطحونة، معلقة كركم، معلقة حلبة حصى. معلقة كركم، معلقة حلبة مطحونة، معلقة حلبة حصى، ونص معلقة صغيرة ملح. الحاجات دي اللي هتخلي معاكي الفرخ كده يفور فوران ويديكي حجمه بسرعة، لان الحلبة فيها كمية معادن وفيتامينات وفتح للشهية، وفي نفس الوقت من الحاجات اللي بتزود الوزن. كمان الحلبة المطحونة فيها كمية نشا وكمية برضو حاجات حاطينها، يعني انت لو بحثتوا عنها هتلاقوا فيها كمية حاجات كتير، وغير الحلبة المطحونة اللي موجودة فيها، وغير بيبقى فيها نسبة سمسم. وكمان حطينا كمان الكركم، ده رافع مناعة قوي بحيث ان الفرخ ما يتعبش معاكي بإذن الله. طبيعي هو ما تعبش معاكي، هيحمل وزنه بسرعة، مش هيجيله لا قدر الله حاجة فتخلي الوزن يقل او يوقف تحويل الوزن. طبعا الكركم احنا عارفين ان هو مصاحب لينا طول دورة الفراخ. لازم هتحط كركم على اي خلطة، على اي علف، على اي حاجة بتحطيها اكل للفراخ عندك، حطي الكركم. لو معايا لغايه دلوقتي ما تنسوش اللايك. هنكمل دلوقتي الوصفة. يبقى الوصفة عبارة عن 3 مكونات: كسر فول 200 جرام، 1.5 كيلو داش، 1.5 كيلو علف 21. وبعد كده حطينا معلقة حلبة حصى، معلقة حلبة مطحونة، معلقة كركم، نص معلقة ملح. وحطي باقي للفراخ عندك. احنا حاطين اتفقنا كام كتكوت بلدي كان طلعوا من الرقد الرومية، حاطينهم معاهم. حتى لو تلاحظوا برضو الكتاكيت البلدي ما شاء الله وزنها حلو وصحتها حلوة. حطيهم بقى للفراخ. وممكن تحطي فعلا نسيت اقولك معلقه كزبره، دي الريحه بتاعتها بتجذب الفرخ انه ياكل اكتر، فهيحول بسرعه وزن معاكي. الخلطه دي جربيها، واحنا هنقول كمان خلطات تاني. الخلطه اللي تعجبك جربيها. الخلطه دي من الخلطات فعلا اللي هتعلي معاكي الوزن وهترفع الوزن بسرعه. لو انت عاوزه الوزن الحلو الاكتر من 3 كيلو اللي تقدري تطلعي منه بانيه، تطلعي منه حاجات كذا طبق من الفرخه الواحده او كذا اكله من الفرخه الواحده، يبقى امشي بالخلطه دي. وهنقول لكم كمان بدائل للعلف، حاجات تانية ممكن تحطوها الصبح برضو هتزود الوزن وهتدي طعم حلو للفرخ. فان شاء الله باذن الله كل شويه هننزل لكم فيديو للخلطات اللي هتوفر معاكي العلف وهتديكي وزن بسرعه وهتديكي طعم لحم حلو، وهتخلصي الدوره بسرعه باوزان حلوه ان شاء الله ترضيكي باذن الله. ربنا يديكم تعبكم في اي حاجه بتربوها لاولادكم، ويدينا تعبنا كلنا ويبارك. والحمد لله على كل حال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.